ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا جاي النهارده اتكلم عن مباراة القمة، نهائي السوبر المصري بين الاهلي والزمالك. مبروك 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 لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي، وهارد لك لجماهير الزمالك. بس فيلا بينا. ده كده يا شباب، انا مبسوط جدا، مبسوط جدا بالفوز. بس برضه ده مش معناه ان الماتش كان كويس. الماتش ما كانش كويس خالص، الماتش كان وحش، سواء من الاهلي او من الزمالك. نبدا بتشكيل الفريق. الاهلي بدا الشناوي وسط المرمى، باك يمين اكرم توفيق، ربيعه، ياسر ابراهيم، يحيى عطية الله، كوكا، مروان عطيه، امام عاشور، طاهر محمد طاهر، وسام ابو علي، حسين الشحات. والزمالك بدا بعواد، عمر جابر، حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، بنتاج، عبد الله السعيد، وزياد كمال عليه علامات استفهام كبيره قوي، وناصر ماهر. على اليمين زيزو، مهاجم وحيد سيف الدين الجزيري. الماتش بدأ، الزمالك نوعا ما مسك الكوره، الاهلي مقفل كويس. الاهلي لما بيقطع بيعمل هجمات خطيره جدا جدا جدا، بس برضه بدون هدف. مفيش اللعب المباشر، يعني الاهلي يرفع كوره، يشوط شوطه، كلهم بعاد، بس الاهلي خطير وباين ان هو هيجيب جون. لحد ما جه الجون بتاع سيف الدين الجزيري اللي اتحسب اوفسايد. انا من وجهة نظري كوره اوفسايد مليون في المية. في طبعا بيتجات كانت منزله ايه، انت ازاي شفت ان الكوره دي اوفسايد وانت ما كملتش الثانيه في الفار؟ معلش في الكلمه، طب ما في ماتش بيراميدز جون يوسف اوباما انت برضو ما كملتش ثانيه وقلت اوفسايد؟ ولا هو انتوا دايما بتعملوا بمكيالين، مكيال علينا لا دي اوفسايد والحكم صح، هو ما تاخرش فيها ان هو شايفها انها اوفسايد، لما تيجي عليكم تقولوا لا ازاي ده ما خدش اكتر من ثانيه انه يشوفها. بص، تاخد الحاجه تاخد عليك التالتين. هتعمل بمكيال، تعملوا مكيال واحد مش بمكيالين. تبقوش دايما، والله العظيم والله مش قصدي على كل الجماهير الزملكاويه، الجماهير الزملكاويه كلهم قسما بالله كلهم على راسي، غير المحترمه كلهم على راسي. بس في مجموعه من جماهير الزمالك بيدعوا المظلوميه دايما، دايما ان الدنيا كلها ضدهم، دايما الموضوع مش كوره. يقول لك الموضوع مش كوره، تعالوا لنا كوره بس وهنكسبكم، والله ما تعرفوا تكسبونا. طب تمام، الموضوع مش كوره، طب ما انت كسبتنا في السوبر الافريقي، واحنا ما طلعناش ادعينا مظلوميه وقلنا الحكم وقلنا السعوديه ولا قلنا مش عارف ايه، ولا قعدنا نقول اي حاجه عشان نطلع القطط تفسرها في الماتش. محدش فينا اتكلم، محدش قال اي حاجه. قعدنا بالعكس، ده احنا اكتر ناس اشدنا بفريق الزمالك قدام الاهلي الماتش ده. فيا ريت بس موضوع ادعاء المظلوميه ده يخف شويه، لان هو طالع من ناس كبيره قوي من عندهم. يعني واحد زي الاستاذ اكن له كل الاحترام عمرو الدرديري، طالع النهارده كاتب بوست على صفحته على الفيسبوك بيقول ايه يعني ده ماتش خلص ضربات الجزاء. طب لما حضرتك كسبتنا في السوبر الافريقي قعدت تقول قعدت تهلل والزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر والزمالك احسن فريق في مصر، وقعدت تتريق على الشناوي وقعدت تتريق على امام عاشور وقعدت تتريق على الاداره وعلى المدير الفني، وقعدت تقول لو رجاله تعالوا في الماتش ده. ده برضو من الناس اللي بتعمل بمكيالين. وبرضو في قصه دونجا وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي، ربنا يفك اسرهم يا رب، يا رب يفك دقتهم باذن الله ويرجعوا تاني للزمالك في اقرب وقت، عشان الموضوع ده ملوش دعوه بالكوره. خلينا بقى واضحين كده، الموضوع ده ملوش دعوه بالكوره. بس انا عايز اقول لكم حاجه، نفس الناس اللي قالوا انتوا ازاي تشبتوا في دونجا وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي، همهم الناس اللي شمتوا في حسين الشحات وقعد يقولوا راجل يا شيبي اللي هو ما رضاش يتنازل على القضيه ودخلها محاكم. هم نفس الناس اللي زعلوا للاهلي، جماهير الاهلي شابتين في الثلاثه. برضه عشان تعرفوا ان معظم الجماهير الزملكاويه مكيالين، الا طبعا ناس محترمه جدا انا اعرفهم منهم،
واحد حبيبي جدا جدا جدا، هو عارفني واكيد بيشوف الفيديو ده، وانا بكن له كل احترام، اللي هو فعلا فعلا زملكاوي محترم جدا وفاهم بجد. مش ما بقولش ان جماهير الزملكاويه مش فاهمه، بالعكس الجماهير الزملكاويه بتفهم جدا، بس عندهم فكره برضه مكيالين ادعاء المظلوميه. فكره جماهير الزمالك كلها في ادعاء المظلوميه. فما تجيش نقول مثلا ليه نشبت في دول وانتوا اصلا كنتوا شامتين في حسين الشحات لما اترفع عليه القضيه. تمام. مع ان التصرف ده غلط. تصرف انك تشبك في الشيبي، وغلط انك تشبك في عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ودونجا، بس ما تبقاش انت الفعل وتزعل من رد الفعل. انا دي نقطه كنت حابب اوضحها، بس برضو اللهم لا شماتة، يا ربنا يفك الضيقه، ربنا يفك ضيقتهم، يفك اسرهم في اسرع وقت يا رب، ويرجعوا لاهلهم سالمين غانمين. نتكلم بقى في الماتش. الشوط الاول زي ما قلت لكم كان عباره عن الفرقتين بيحاولوا على قد يعني ايه، يبصوا شويه، يعملوا هجمه هنا، يجروا شويه هنا، بس بدون جدوى، بمعنى بدون جدوى. الا بقى جه في 10 دقايق دفاع الزمالك مش شايف قدامه. سامع عبد المجيد كان هيلبسهم جونين، والمسلوسي كان هيلبسهم جون، لولا براعه محمد عواد. لولا براعه محمد عواد كان الماتش ده خلص في 90 دقيقة عادي جدا، او كان ممكن يخلص في 45 دقيقة كمان. يعني كرة حسين الشحات وكرة اسامة ابو علي 2-0 الزمالك بالغلطات اللي هو بيغلطوها دي كان هيفك خالص. كان الماتش ده فعلا خلص سكور للاهلي، مع ان الاهلي كان وحش جدا. الاهلي النهارده كان وحش جدا جدا جدا، يمكن اوحش من ماتش سيراميكا كليوباترا، واوحش من ماتش الزمالك في السوبر الافريقي. نيجي بقى عند اللقطة اللي فعلا التغيير ده اتأخر قوي قوي قوي. خروج زياد كمال ونزول مشلاك، بكده نص الملعب بتاعك اتعدل. كان نص الملعب بتاعك اتعدل جدا. كده بقت عندك في نص ملعبك عبد الله السعيد وناصر ماهر محمد شحاته، وقدام عندك زيزو سيف الدين الجزيري مشلاك. 4-3-3 عاديه جدا ما فيهاش اي فزلكه، وفعلا مشلاك كان افيد من زياد كمال. التغييره طبعا تخلي زياد كمال ما عندوش ثقه بنفسه ولا يعرف يلعب تاني، بس ده غلط من جوميز. هو كان المفروض يستنى للدقيقه 45 او يبدا اصلا بمشلاك من الاول. لكن انك تبدل لعيب مش مصاب في الدقيقه 33 دي وحشه منك قوي يا جوميز. غير بقى لو لبسك مصيبه، هو ما عملش حاجه، الماتش كان اصلا سيء، ماتش بيتسيء لاسوء. الشوط الثاني خلنا الاهلي ماسك كوره شويه، بعد كده تراجع غريب جدا 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 من لعيبه الاهلي. فجاه بقى عندك اسامه ابو علي واقف قدام ال 18 بتاعتك، قدام الزمالك المضغوط، الزمالك المهلهل دفاعيا، الزمالك اللي مش شايف قدامه ولا لعيب من عندهم شايف قدامه. انا مش فاهم ليه بقالك 3 ماتشات بتعمل نفس الموضوع، ان بتيجي تتراجع قدام ال 18 بتاعك وانت الاهلي اللي عناصرك احسن مليون مره من عناصر الزمالك كلها على بعضها، تتراجع التراجع ده. تديد الكره للزمالك، الزمالك مسكك ال 45 دقيقه مع انه مش شايف قدامه. اقسم بالله احنا كاهلاويه حاطين ايدينا على قلبنا مرعوبين من الزمالك. الزمالك كان باين ان هو هيدخل جون في اي ثانيه، في اي ثانيه. حتى بعد كده، حتى لما دخلنا الاشواط الاضافيه الزمالك كان هو اللي ماسك الماتش، مع ان الزمالك والله العظيم كان وحش قوي والاهلي كان وحش جدا. فانت ما تفهمش ايه سبب التراجع من كولر. حتى تغييراته ما كانتش مقنعه بالنسبه لي. يعني انت طلعت كوكا، كوكا ما كانش باين، نزلت عمرو السوليه تمام مركز بمركز، نزلت رضا سليم ونزلت بيرسي تاو مكان اسامه ابو علي، ونزلت يوسف ايمن. يوسف ايمن هو الولد مش وحش، الولد انا شفت له فيديوهات، الولد مش وحش، بس الفكره انك تبقى اول ماتش يلعبه ماتش زمالك نهائي سوبر. تعرف يعني اصلا لما يبقى لاعب صغير لسه جاي الفرقه اول ماتش يلعبه ماتش قمه، حتى لو كان مش فارق نقطه، تخيل بقى انت بتلعبه نهائي، طبعا يبقى متردد، طبعا يبقى مذبذب ويطلع من اداء اوحش من كده بكتير. فدي غلطه من كولر اللي هو اصلا
ما لعبوش قبل كده يعني، كانش بينزلوا. وموضوع علي داري ده غريب برضه، بيتصاب وهو ما بيلعبش. طب اتصاب ليه؟ طب احنا جايبين لك عشان تصاب؟ مش فاهم. ده علي ده غريب جدا جدا. واللي عايز اقوله برضه الغريب ان النهارده اللي بدأ محمد شناوي مش مصطفى شوبير. يا جدعان عندك حارس 25 سنة مستقبل مصر، معاده دكة ليه؟ معاده دكة لحارس يعني من اعظم الحراس في تاريخ الاهلي، بس برضه الشناوي غلطته كترت. الشناوي كبر، غلطاته كترت مع المنتخب مع الاهلي. ريحوا بقى، ليه مصطفى شوبير يقعد دكه؟ انت بتقتل مركز حراسه المرمى في الاهلي. هو احنا ليه عندنا دايما اقتناع في مصر ان لازم الحارس يبدا اساسي عنده حاجه و30 سنه؟ الشناوي ده طالع هو حاجه و30، الشناوي ده طالع 30 سنه او 29 سنه مش فاكر حاجه كده. فليه دايما نكرس كده؟ حتى عصام الحضري كان كبير برضه بان في 29 30 سنه. شريف اكرامي لعب له كام ماتش كان كبير، الوحيد اللي كسر القاعده دي كان احمد الشناوي وكان بيتصاب كل ماتش. فانت ليه ما تبنيش بقى على مصطفى شوبير؟ انا مش فاهم لحد دلوقتي، انا مش فاهم بجد. انت المفروض تبني على مصطفى شوبير وعواد، اللي عندك مصطفى شوبير وعواد وصبحي، مصطفى شوبير وعواد وحمزه علاء. المستقبل عندك، المستقبل قدامك. ليه بقى برضه مقرر ان لازم الكابتن التاريخي هو اللي يفضل موجود؟ انا مش فاهم، مع انه كبير وبيغلط يعني. يا ريته اقدامه ثابته زي مصطفى شوبير. ده لولا مصطفى شوبير في ماتش السيراميكا كنا اتبهدلنا. ده ربك ستر في ماتش السيراميكا ده. كولر انا مش عارف هو مهزوز ليه. حاسس ان هو في اخطاء كتير، معرفش منه ولا من اداره. محمد رمضان تقريبا مأثر عليه في حاجه، في قراراته، في لعيبه، في خصومات ما تعرفش، في عقوبات ما تعرفش، في حاجه غريبه 100%. اه في صفقات وطلبها ما جاتش، بس ده برضه ما يمنعش انك تتراجع التراجع الزفت اللي انت عملته بقى لك 3 ماتشات ده. نيجي بقى لضربات الجزاء. ما اقدرش الوم يوسف ايمن على تضييع ضربه الجزاء، ان هو اول ماتش ليه شوط ضربه جزاء في نهائي في ماتش قمه، فانت ما تقدرش تلومه. الموضوع صعب عليه برضه، الموضوع صعب جدا. بس احب اقول انا عايز اتكلم عن واحد عايز اشكره وعايز الومه. مين؟ محمد الشناوي. محمد الشناوي صد النهارده كوره والتانيه في العارضه الاثنين بالبطوله، بس محمد الشناوي كان في ايده كورتين على الاقل ودخلوا. محمد الشناوي ما نطش نطه غلط النهارده. بس محمد الشناوي احسن حارس في تاريخ كره القدم يشيل ايده، يقصر ايده، والله العظيم احسن حارس في تاريخ كره القدم اللي يشيل ايده. انا عمري ما شفت الموضوع ده بجد. بس خلاص مش هنتكلم كتير عن السلبيات، اكتر معانا اتكلمنا. احب اقول شابوه، الف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وهارد لك لجماهير الزمالك الشقيقه. واحب اقول ان كفايه لعب سوبر مصري بره بلدك. عندنا استادات، عندنا استاد عاصمه اداريه، روح العب فيه هيجيب لك يجيب لك ارباح بدل ما انت بتروح بره في بلد غريبه. ده رايي. بس يا شباب كده تبقى الحلقه خلصت. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.